السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة القيامة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فإيه هو البنان؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى اختصه بالذكر في هذه الآية بالذات؟ عشان يثبت عز وجل قدرته وعظمته في إعادة إحياء الموتى مرة أخرى يوم البعث. أولا، البنان هو أطراف الأصابع، سواء أصابع اليد أو أصابع القدم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيثبت للمشككين في قدرته على إحيائهم مرة أخرى بعد الموت إنه عز وجل مش بس قادر إنه يحييهم، بل إنه قادر يسوي أطراف أصابعهم مرة تانية زي ما كانت وقت حياتهم. وهنا يجي السؤال: إشمعنى برضو ربنا ذكر أطراف الأصابع؟ كان ممكن عز وجل يستدل بالعين، يستدل بالفم، يستدل بالقلب، وكلها نعم من ربنا عز وجل. فاشمعنى البنان؟ أو اشمعنى ليه أطراف الأصابع؟ وهنا بيجي دور العلم علشان يفسر لنا ليه ربنا اختار الأصابع بعد مرور أكتر من 12 قرن على نزول القرآن. ويجي دور العالم الإنجليزي فرانسيس جالتون عام 1892 ويثبت بالأدلة إن أطراف أصابع الإنسان بتحتوي على بصمات مميزة. فعمرك ما هتلاقي اتنين بيحملوا نفس بصمات الأصابع، بل إن أصابع الإيد الواحدة كمان بتختلف من إصبع للآخر. فمش تلاقي صباعين اتنين في نفس الشخص فيهم نفس بصمة الأصابع. وهنا بتتجلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى في نقطتين اتنين. أولا، إنه أشار لنا من زمان جدا إن أطراف الأصابع دي فيها حاجة مميزة، ولكن إحنا اكتشفناها بعدها بفترة كبيرة جدا. والعظمة التانية هي إن كان سبحانه وتعالى قادر على تسوية أصابع الإنسان بما تحمله من بصمات مميزة، في نفس الوقت يعيدها كما كانت بدقة متناهية وبدون أي أخطاء، فهو بلا شك سبحانه قادر على إنه يعيد إحياء الموتى ويرد فيهم الروح مرة تانية. وفي النهاية لا يسعنا إلا قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والحمد لله على نعمه الكثيرة وآلائه المديدة. وأنا دكتور مصطفى فرحانة. تنساش اللايك والفولو عشان تشوف الفيديوهات الجاية. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.